يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا وأجمل أخوات وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير الشرقي، الفطير محشي بلحمة. حاجة كده في منتهى الجمال وبتكات سهلة وبسيطة، يعني أي بنت تعرف تعمله، أي بنت مبتدئة أو أي ست بيت تعرف تعمله. عاملاه بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش واقتصادي ومش مكلف. لو هنطلع نجيبها من بره هنجيبها بالشيء الفلاني طبعا. يعني بجد خطيرة وسهلة. دي قناتي أكلات كوكو، أتمنى اللي انتوا تعملوا لايك للفيديو الجميل ده. أهم حاجة اللايك يا حبايبي عشان تدعموا القناة بتاعتي، واشتراك في القناة لسه ما اشتركش. كلمة اشتراك، الكلمة الحمراء اضغطوا عليها، في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه اشتراك. اضغطوا على الكلمة الحمراء، هي دي الاشتراك. ودي بقى تعال نشوف بقى مقادير الفطير. معايا حوالي كيلو من الدقيق، ومعلقة ملح ومية فقط، مفيش اكتر من كده. ده دايما بستخدم الفطير بس مفيش اكتر من كده. وهبتدي اعجن بالميه اللي معايا، ميه من الحنفيه عادي يا حبايبي. وهبتدي كل ما يعوز مني دي ميه هديله ميه. مفيش مقدار للفطير بالذات، والمعجونات ما فيهاش مقدار، ايه مش حلويات عشان نبقى لها مقدار. يعني اللي يقول لكم دي ليه مقدار، لا، في دي من دي اللي يختلف. وهبتدي اعجن زي ما انتوا شايفين كده. انا هسرع لكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم في العجن. إيه، اول ما تلم معايا العجينه خالص، إيه خلاص هوقف عن العجن خالص، وايديا تلم كده من العجينه وتبقى نظيفه. شايفين؟ ابتدي بس الم الدقيق اللي من هنا ومن هنا كده، وايه، وانضف ايديا كده، والدنيا ايه، ايوه كده. وهبتدي اخلص كده معاكم بسرعه. انا جريت لكم الفيديو شويه، بس تابعوا الفيديو للاخر يا حبايبي عشان كلها خطوات سهله ومهمه عشان الفطير يطلع معاكم ناجح. تابعوا الفيديو للاخر. انا دهنت الصينيه اللي معايا زيت، زيت كريستال، يكون نوع نظيف من الزيت، اي نوع نظيف عندكم بتعملوا بيه. وهبتدي اقطع العجين اللي معايا. تقطع معايا اربع فطيرات، هعمل اتنين باللحمه واتنين ساده. وبصراحه الاربعه طلعوا معايا يعني ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال، وكان طعمهم خطير. بجد جربوها. واكتبوا له في التعليقات كده، اول ما تجربوها وتطلع معاكم حلوه اكتبوا له في التعليقات تعليق حلو منكم كده يفرحني. وابتدي بقى اسيبهم ايه مرتاحين كده حوالي 5 دقايق. اهم حاجه في الفطير بقى ونجاح الفطير ان انت بتسيبي العجين معاكي يرتاح. بين كل خطوه وخطوه العجين يرتاح. انا سبتهم يرتاحوا. ومعايا صينيه سيليستين إيه كبيره شويه، هبتدي بقى ايه افرد فيها قرص الفطير. همسك قرص قرص كده وابتدي ايه افردها كده. وكل ما تحس ان هي مش مرتاحه معاكي تستني شويه هتلاقيها اتفردت خالص خالص معاكي. هبتدي افرد بقى القرص اللي معايا كده. كل ما اشد اكتر كل ما تبقى رقيقه احسن معايا. شايفين؟ انا معايا بقى ايه قشطه وزبده. خلطه القشطه والزبده مع بعض ومسحهم على البوتاجاز تسيحه بسيطه كده. وابتديت افرد بيهم قرص الفطير. انا بستخدم زبده فري. حابين تستخدموا في زبده جنه وفي زبده روابي، في انواع كتيره قوي في السوق. بس فري حاجه حلوه بجد صراحه. انا فردت معاك اهو، وكل ما اشد اكتر كل ما تبقى رقيقه معايا احسن. وبتبقى مورقه من جوه. هبتدي بقى ايه ادهن دهن حلوه كده عشان ما يعجنش معايا ويبقى مورق. وابتدي اطبق الحته اللي ادهنها اقوم مطبقاها. بين كل طبقه وطبقه ادهن كده. بجد كان طالع معايا خفيف مش تقيل. وكان طعمه خطير. لان يعني صراحه الجبنه اللي انا بحطها في قلب الفطير هي اللي بتعمل لها كده لذيذه حلوه قوي. برضو من الخطوات المهمه. بس يا جماعه تتابعوا معايا لاخر الفيديو عشان في خطوات مهمه بجد يعني ما تفوتكوش. دي لحمه مفرومه معصجاها ببصله، فلفل اسود وملح، وطبعا انتوا عارفين يعني اللي بنعصج اللحمه ازاي. وابتدي بقى ايه افرد كده الفطيره اللي معايا كده. وده فلفل وطماطم. قلب الطماطم انا شايله قلب الطماطم. إيه ودي زيتون وفلفل الوان. وابتدي ارص كده فين في على الفطيره كده. ودي جبنه الحمد، انا بستخدم الحمد وساعات الاطباء. وده نوع يعني انا برتاح له، بس يعني احسن حاجه عندي ان انا متوفر عندي الحمد فبعمل بالحمد على طول. وابتدي بقى ايه اطبق الفطيره كده زي ما انتم شايفين. واقفلها من هنا واقفلها من هنا زي ما انتم شايفين كده، واقلب عليها كده. وابتدي بقى ايه ادهن صينيه واقوم جايباها الصينيه واقوم حاطه فيها الفطير. انا ابتدي نلمها كده عشان ما تقعش مننا اللحمه. واجيب صينيه وادهنها زيت. وابتدي ايه احاول بقى، بصوا في نقله الفطيره دي هي المشكله عندي، يعني أنا ممكن ارق 100 فطيره وما نقولش الفطيره ام لحمه دي. تبقى مشكله شويه بالنسبه لي عشان ما بعرفش نقولها بسرعه. إيه انا نقلتها بس خدت مني وقت صراحه. دي التانية دي. إيه هي يعني ايه هتتعبكوا شويه في النقل، في نقلها في الصينيه، بس سيسوها وهي تبقى كويسه. وهبتدي افرد واحده تاني اهي معاكم. وهبتدي ايه ادهنها زي ما احنا قلنا مع بعض. ابتدي ادهنها زي الخطوه الاولانيه بالظبط، زي ما عملنا في الخطوه الاولانيه نعمل في التانية.
بس أنا حبيت أوريكم التانية برضه عشان يعني إيه تبقى قدام عينيكم كده، وابتدي أدهن بين كل طبقة وطبقة عشان ما تعجنش، واتني الناحية اللي أنا دهنتها أقوم تانياها. لو الصينية أكبر من كده كان ممكن أشدها أكتر من كده وأفردها أكتر من كده. أنا باحب أعمل على الترابيزة أو السفرة لأنها بتبقى معايا مساحتي أكتر وبتديني يعني مساحة أكتر إن أنا أقدر أفردها. هابتدي أتني بقى كده، وأتني الناحية التانية برضه زيها، وبتحط اللحمة المتعصجة، أحط بقى اللحمة والزيتون والفلفل زي الخطوة الأولانية بالضبط. عايزين تحشوها جبن بس، فراخ، شاورما، اللي انتوا حابينه، يعني ممكن أي نوع عندكم انتوا حابين تحشوا بيه الفطيرة، ما فيش مشكلة، سجق، أي نوع انتوا حابين تحشوا بيه. ابتدي أقفل كده زي ما انتوا شفتوا في الأولاني، ابتدي بقى أدهن الصينية كده وابتدي إيه أنقلها، دي إن شاء الله تتنقل بسلامة أهي. لو أنا بقى أقوم جايبة يعني حتة عجينة صغيرة كده، وأقوم فرداها وأقوم عاملة مغطية بيها الفطيرة من فوق. شايفين أنا باغطيها إزاي؟ عشان ما اخبوش عليكم حاجة، كل حاجة قدام عينيكم أهو. باعمل كورة صغيرة كده وأقوم فرداها في الصينية وأقوم مغطية بيها إيه الفطيرة. الفطيرة أول ما تستوي أنا باسويها في فرن الغاز، أقوم حاطة عليها زيتون وفلفل وجبنة، أول قرب ما تستوي أهي. أول ما استوت معايا، ما يعني صورتها في الأول وهي طالعة من الصينية، أول ما تستوي معايا نُص سِوَى أقوم حاطة على وشها جبنة وزيتون وفلفل، ماشي، جبنة وزيتون وطماطم وفلفل، أول ما قرب ما تستوي معايا الفطيرة أقوم حاطة على وشها كده. بألف هنا وشفا يا حبايبي بجد، طريقة سهلة ومخدش مني وقت وحاجة لذيذة في وجبة عشا، وجبة غدا، وطبعًا وداعًا للشرا الغلا اللي إحنا فيه ده، حاجة كده تعملوها لأولادكم في البيت وهيبقوا فرحانين بيها وطعمها لذيذ. ما تنسونيش بقى في اللايك يا جماعة، أهم حاجة اللايك يا جماعة، وبألف هنا وشفا. ده برضو ايه خاتمة الفيديو كده، شايفين جمال الفطير؟ بجد خطير 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 وكان طعمه رهيب. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال.